تحياتي متابعينا، شوفوا اليوم شو لقيت. فطر التين يلي هو أطيب فطر بالساحل السوري. مين بيعرف فطر التين يكتب لي بالتعليقات. وشوفوا هلا شو رح ساوي بفطر التين، ويلا على الفخارة ونوصل الفطر. وهيا غوالي، بعد ما لبست كفوفي ورعيت ظروفي ونظفت الفطر التين بهالطريقة هاي، فخيت فروج حتى يكون معه دهني تشعر بتيتا، فلفل حد، بصل وبندورة. اليوم بدنا نضيف له البندورة، فليفلي حدي، زيت زيتون، ويلا على المقلي. خليكوا يا غوالي. بسم الله. زيت زيتون، هاي الأكلة بتحب زيت الزيتون. وهلا يا غوالي بعد ما حمي الزيت بننزل بخير الفروج المقطعينه. تحريكي على الخفيف يا غوالي. ملح، وهلا البصل. وهلا يا غوالي اجا دور الفطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهلا يا غوالي بندورة وفلفل حد وتحريكي على الخفيف. وهلا يا غوالي اكيد ما بدنا ننسى معلقة شرب البندورة. وصغرنا حجم المقلي حتى يبين المقلي فيه الفطر والنغنغة والسقسقة. وهلا نضعف النار تحت منه هداوي. وهلا بسم الله، شوفوا لي هالمنظر يا غوالي. وهاي الفلفل الحد يا غوالي. تحريك صغيرة بهالطريقة هاي، ومنحط الغطاء دقيقتين واكلتنا جاهزة. بسم الله تبارك الرحمن. شوفوا لي هالنغنغة يا غوالي. وهاي مقلينا طليع، ومن المقلي عسانوني وشرفوا. واكيد ما بدنا ننسى صحن الفجل والبصل الاخضر والرشاد. وهيك مقلينا بيكون خالص. اذا عجبتكم الاكل اكتبوا لي بالكومنتات، لايك، شير، متابعه. انو حياكم الله.